انتوا عارفين الليلة انا اتبعت بيكم ليه؟ لان انا غيرت الشغل الفترة اللي فاتت كلها لعام 2023. الاداء بتاع الشركة ما عاجبني، ولا وصلنا للمرحلة الخطة اللي احنا اصلا مرتبين لها. شغلكم ما فيه كفاءة يا جماعة، ان احنا نضاعف مجهودنا. حتى اهم صفقة في حياتي انا حلمت باني انا اكملها واني انا انجزها والتزمت فيها بشرط جزائي كبير، وانتوا عارفين كده كويس. الصفقة دي فشلت. عاجبكم كده انتوا؟ يعني انا خلال اسبوع لو ما حققت اعلى تارجت في الصفقة اللي انا ماضي عليها شرط جزائي دي، معناها انا حقفل الشركة دي وكلكم تقعدوا في بيوتكم. انا ما حاقبل اي استهتار في الشركة دي من يوم الليلة، وحتشتغلوا 24 ساعة في 24 ساعة عشان نقدر ان احنا ننهي الصفقة دي، نسلم في مواعيدنا، انتاجنا يكون 24 ساعة، نسلم الصفقة دي في مواعيدنا ونتفادى الحتة بتاعت الشرط الجزائي اللي انتوا عارفين كويس ممكن يوديني وين. خلال بديكم اسبوع اشوف النتيجة، الاداء بتاعكم زي ما انا خدت لكم وتوقعت، اوكي، غير كده حيكون عندي اجراء تاني. تمام؟ اتخيل لي انا بعد ده عداني العيب. دي اخر مرة انا اعمل فيها اجتماع وانزلكم للموضوع ده يا جماعة. ما في تاني اجازات، ما في تاخير، الشغل حيكون 24 ساعة 24 ساعة، حنشتغل بالليل، نشتغل بالصباح. لكن انا عشان اقول لكم انا حدفع شرط جزائي في الصفقة اللي انا ماضي عليها دي، كذبت عليكم. انتوا المسؤولين قدامي، انتوا المسؤولين في الشركة دي دلوقتي. الشركة دي لها 23 سنة، كل مرة هي بتنجز والصفقات بتاعتها تتسلم في مواعيدها. أول مرة بسببكم انتوا وسبب استهتاركم نصل للمرحلة دي. يلا يا أساتذة، الاجتماع انتهى. ولا تزعلي نفسك يا بوس، كل الأمور إن شاء الله حتبقى كويسة، وإن شاء الله إحنا حنسلم الصفقة دي في مواعيدها وما حنعمل أي شرط جزائي. خليكي مطمئنة، أنا حاشرف على نفسي على الموضوع ده، وإن شاء الله الموضوع ده حيعدي على خير، ما تشيلي هم. أنا حاخد الملف وإن شاء الله هوعدك إنه كل الأمور إن شاء الله حتبقى طيبة. عن إذنك، عن إذنك يا بوس. أنا ده شنو اللي بيحصل لي ده؟ ليه أنا حصل لي كده؟ ليه خسرت كل الحاجات اللي أنا بعمل فيها؟ ليه أعمالي كلها وشركتي قاعد تنهار في قدامي؟ أنا طول عمري أنا مسيطرة في السوق ومسيطرة في الشغل وكل أوضاعي تمام ومشاريعي كلها ناجحة. ليه بيحصل لي كده؟ أول مرة أنا أحس بالانهيار، أحس بانهيار شغلي كله بالطريقة دي. عملت شنو أنا غلط؟ في شنو يا ربي وصلني للمرحلة دي؟ طول عمري ماشية صح، طول عمري ما قاعدة أظلم زول، لكن بس يمكن الغلطة الوحيدة اللي أنا عملتها في حياتي إني ظلمت أخواتي من أبوي. أيوة، أخواتي من أبوي اللي أنا طردتهم من البيت وطردتهم من الشركة وقلت لهم ما عندكم أي حقوق عندي، بالرغم من إنهم أثبتوا لي إنهم هم أخواتي. أنا طردتهم عشان أنا أنانية، ما بفكر إلا في نفسي وفي أخواني أولاد أمي وأبوي. طردتهم لأنه ما كنت دراهم يقاسمون الميراث، مع إنهم هم بيستحقوا الميراث ده معانا. أخواني أجوا قاسمونا شاركونا في بيتنا وفي أبوي، شاركونا في الورثة وشاركونا في أي حاجة، لكن ده حقهم. أنا نكرت عليهم حقهم وظلمتهم وطردتهم وقلت لهم ما عندكم حاجة عندي. هو في النهاية أنا يوم ورا يوم، يوم ورا يوم، وأنا شغلي بنهار، وأنا كل المشاريع اللي أنا دخلت فيها خسرتها، وبقيت ما قادرة ألحق أنجح وين ولا وين. ما عرفت ذات السبب شنو، لكن اتضح لي في النهاية إنه ده حقهم. دي اليتامى لازم ياخدوا حقوقهم كاملة، سواء أنا قبلت أو رفضت زواج أبوي من مرة تانية وإنه ينجب منا أولاد ويجوا في النهاية يقاسمونا في حياتنا وفي الميراث. أنا قبلانه ولا رافض ده ماشي بيغير من الواقع حاجة. لازم أنا أدي أخواني حقوقهم كاملة، لازم أنا أكون منصفة،
لازم أصلح الغلطة اللي غلطها أبوي، أنا ما ممكن أغلطها أنا برضو. أنكر عليهم حقوقهم، أنا بجيب قدام رب العالمين والله بسألني من حقهم. أنا ماسكة الشغل والشركات والمال كله صح، لكن لازم أكون منصفة، لازم أنصفهم وأديهم حقوقهم عشان أحس نفسي ضميري مرتاح، وحياتي حتمشي بعد ذاك بارتياح يعني، ومشاريعي كلها حتمشي لقدام وحياتي حتستقر. لكن أنا كونه أظلمهم لا 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 لا، استحيل أعمل كده. لازم يستلموا قروشهم، أنا حاتصل عليهم ويجوا عشان نقعد ونجيب المحامي ونعمل المكاتبات، كل زول يستلم حقه.